حبيبي وعزيزي برج الحمل، وخلي عندك أمل، وخلينا نقول توقعات ونصايح وتحذيرات شهر يونيو حزيران. يا سلام يا سلام، شهر بأمر الله يبقى تمام التمام لو انتوا قدرتوا تستغلوا الفرص. خلي بالكم الشهر ده في مصلحتكم، بس في شوية ضغوطات جاية لكم. أنا هقول لكم ده وهقول لكم ده، ورزقي ورزقكم على الله، هنقول كل حاجة. خلينا نبدأ بالحاجة المنورة بزيادة اللي فيها فرص ظاهرة بشكل كبير، وهي الحتة المالية اللي مضغوطة قبل ما تقولوا. أنا عارف إن معظم الحملوية عندهم مشاكل مالية، ضغوطات مالية، خلافات مالية، وارد بعضكم تعرض لسرقة أو نصب أو غش أو استغلال، مشكلة تخص مصدر دخله، مشكلة ليها علاقة بطرف تاني. فالمهم خلي بالكم بس من أموركم المالية. بس خلينا نقول إن الفرص هتبقى إيجابية، قادرين تغطوا بعض الالتزامات اللي كانت ضغط عليكم، قادرين بأمر الله يجيلكوا دعم مالي أو مكسب مالي، تزودوا دخلكم بأي طريقة، بعمل إضافي، بعمل جديد، بدعم من طرف تاني. المهم بأمر الله يبقى في فرص إن انتوا تغطوا الالتزامات والضغوطات اللي عليكم. في فرص موجودة إن انتوا تحافظوا على مصدر رزقكم، حتى لو مش هو أحسن حاجة، بس على الأقل تحافظوا عليه أحسن ما يروح هو كمان. فهنا في فرص مالية، بعضكم هتكون بالنسبة له كبيرة كمكسب أو دعم، وبعضكم هتكون إن انتوا تحافظوا على فلوسكم، وبعضكم إن هو بيحل مشاكله المالية. بس برضه استيل في بعض الضغوط، دايما ناخد بالنا ونبقى هاديين في تصرفاتنا المالية. لغاية يوم 11 عطارد في برج الثور في بيتكم المالي. أول 11 يوم عندكم قدرة على تنظيم أموركم المالية، التفاوض المالي، النقاش المالي، التواصل في حاجة ليها علاقة بالفلوس اللي غيرت النفوس. من بعد يوم 11 تبدأ الدنيا تهدى شوية في الأمور المالية، وقدراتكم تقل حبتين، فناخد بالنا أكتر شوية ونبعد عن التبذير ونحوش كتير. نيجي لحتة تانية بقى جميلة وفل شمعة منورة، الأمور العاطفية. الزهرة هوبا هيروح على برج الأسد من يوم 5، والمريخ أصلا في برج الأسد قاعد هناك مستنيه. والأسد ده بيتكم الخامس، بيت العاطفة، قلوب كتير وحاجات بتطير، فرص ارتباط، إعجاب، انجذاب، حل خلافات عاطفية، تواصل عاطفي. بعضكم هيتعرض لخلافات عاطفية أو مشاكل عاطفية لو اتسرع في قراراته، لو مشاعره هي اللي حركته. احذروا إن المشاعر اللي تحرككم، العقل هو اللي يتحكم. اسمعوا مني، وجود المريخ في الأسد بيخليكم عنيفين في الأمور العاطفية، قرارات متسرعة، أفكار متسرعة، توقعات متسرعة. فدايما نهدى ونفكر بعدين نقرر. بس اوفر اول بداية من يوم 5 لآخر الشهر فرص لأمور عاطفية جميلة ومية مية، والأزواج يقدروا ينيموا العيال بدري شوية. طبعا اول 5 ايام في الشهر الزهره هيبقى في السرطان في بيتكم الرابع. اول 5 ايام ممكن يكونوا عائليين منزليين، عزال، انتقال، صيانات، اصلاحات، مشتريات، اهتمامات عائليه، امور لها علاقه باحد افراد العيله مهتمين بيها. فامور عائليه كتير في اول 5 ايام. واخر 10 ايام في الشهر الشمس هتروح في السرطان، فهتبقى الاحداث العائليه سريعه، تواصل عائلي، نقاش عائلي، مناسبات عائليه، اتفاق عائلي، خلاف عائلي، امور عائليه هتبقى سريعه في اخر 10 ايام او منزليه. طبعا عندنا عطارد هيروح الجوزاء من يوم 11، وبيبقى مبسوط وسعيد وفل شمعة منورة، وهنا في بيتكم التالت. فعندكم من يوم 11 قدرة على التفاوض، على النقاش، على التفاهم، على عرض أفكاركم، عرض وجهة نظركم، إن انتوا تخشوا منافسة أو مواجهة وتكسبوها، تروحوا مشاوير يجيلكم اتصالات كتير وتطلعوا منها بفوائد، قادرين تنظموا أموركم، قادرين توصلوا للي انتوا عايزينه بالحب بالاتفاق وبأمر الله، مفيش حاجة بالخناق. بس عندكم قدرات جميلة من يوم 11. نيجي بقى للحته الرخمه بقى، انا شايلها للاخر، وهي تراجع زحل من يوم 17 في برج الحوت. من يوم 1 ليوم 17 خلوا بالكم من اموركم العمليه، خلي بالكم من اموركم الصحيه، خلي بالكم من الاعداء، من الحساد، من التسرع في القرارات. خليكم هاديين، زحل بيبطئ الدنيا حبتين بالذات في العمل والصحه. تيك كير. من يوم 17 زحل بقى هيتراجع في برج الحوت، فهنا احذروا الله يكرمكم، احذروا الحساد والاعداء والمؤامرات والامور الماليه والامور العمليه والامور الصحيه والخفايا. وايه الخفايا دي؟ والاسرار والخبايا اللي انتم ما تعرفوش عنها حاجه. يعني خلوا بالكم في اخر 17 يوم من كل امر يخصكم، ما تتسرعوش في قراراتكم، ما تعتمدوش على الحظوظ. بلوتو برضو للاسف متراجع في الدلو في بيتكم ال11، فوارد يحصل تغيير في علاقاتكم الاجتماعيه، ناس تدخل او ناس تخرج، خلاف مع حد قريب منكم، قرايب، اصدقاء، زملاء. فخلوا بالكم من علاقاتكم الاجتماعيه ومع جيرانكم. الامور الماليه هنقولنا متقلبه، فناخد بالنا منها، بس بامر الله تكون ايجابيه اكتر شويه. وتقريبا كده قلنا كل جزئيه. شوفوا بقى التوقعات الاسبوعيه واليوميه، بيبقى فيها تفاصيل اكتر بكتير، وبامر الله تكون سعيد ومن عم جوهر تستفيد. والله اعلم.